سلام. بعض النصائح باه تكوني حرفية متميزة ويكونوا تصاميمك مختلفين على الباقي. أول حاجة ننصحك ما تديريهاش اللي هي التقليد، وخلي أعمالك تكون من تصميمك أنت. حاولي دايما تجيبي جديد واللي خارج على المألوف، حاجة تكون خاصة فيك أنت وفيها اللمسة تاعك، واتبعي طريقة الرسم حتى ولو ما تعرفيش ترسمي. المهم تحطي الفكرة نتاعك في الورقة حتى ولو تخطيط، هذا راح يساعدك انه توضح الفكرة في مخك وانك تشوفي هذيك الفكرة اللي جاتك مجسدة فوق الورقة، وبالتالي راح تعرفي التصميم تاعك وش خاصه وش تقدري تزيديله ولا تنقصيله ولا وش تقدري تغيري فيه. ثاني اهم حاجة بالنسبة لي اللي هي التغذية البصرية، واللي هي انك تروحي تشوفي دوتخ موديل ولا تصاميم واحد اخرين تاع ناس واحد اخرين مش محتم في نفس مجالك، قادر تكون في مجالات اخرين لكن تعطيك الالهام انك انت تبدعي، وحتى انها تعطيك افكار جديدة باه تكون لا فينيسيون تاعك لا يعلى عليها، وهذا بانك تتفادي الاخطاء اللي طاحوا فيهم الناس واحد اخرين. يعني تحاولي تلقاي حل للمشاكل ولا كيما نقولوا الديفوهات اللي راكي تشوفي فيهم في التصاميم تاع الناس الاخرين، واستناو الجزء الثاني.